مرحبا على أحلى متابعين قناة ومطبخ شموسة. اليوم راح نسوي كبدة الدجاج. شوفوا شلون مشهي. طبعا سويت وياها خضار مشكلة سوتيه. عندي هنا بروكولي، كوسة، طماطم. شوفوا هنا عندي كبدة الدجاج. عادة أنا من أجيبها أتخلص من كل الزوائد اللي بيها. شوفوا هذه الزوائد كلها نتخلص من عندها حتى تطلع عندنا قطع الكبدة مال الدجاج نظيفة وبهالشكل هذا. شوفوا طبعا هذا حتى من نطبخها كل الزناخة والزفورة اللي بالكبدة كلها تروح من نتخلص من كل هذه الزوائد. شوفوا صارت بداعة. نقدر نطبخها بهذا شكلها على هذا الحجم، أو نقدر نقطعها قطع متوسطة الحجم ونطبخها. أنا راح أقطعها هذا الحجم مناسب. أثناء ما احنا ننظف بالكبدة مرات نشوف هيجي تجمع مال دم موجود بالقطعة. هذا من الأفضل نقصه ونتخلص من عنده، لأن حتى لا تصير بيها زناخة وقت اللي نطبخها. عندي هنا البروكولي خليته تقريبا دقيقة ونص على البخار، وراح أحمسه بالزبد. عندي هنا راس بصل حمسته بس شوية يتغير لونه يشقر. راح أبدي أنزل عليه الكبدة. طبعا لازم تكون الطاوة مالتي كلش حارة، حتى الكبدة أول ما أنزلها وأبدي أحمسها ويا البصل لا تنزل المي مالتها حتى تنحمس تمام، يكون طعمها كلش طيب. عندي هنا طاوة ثانية خليت بيها شوية زبد. راح أبدي أنزل الكوسة انطيها حمسة سريعة حتى نكمل باقي الخضار. والكبدة ذبيت عليها ورقتين ثلاثة من ورق الغار، وراح أخلي عليها كركم، كاري، وراح أخلي لها رشة ثوم مطحون، وفلفل أسود، شوية بابريكا حمراء حادة أو اعتيادية خياركم، وطبعا شوية ملح، ونحمسها كل زين ويا الكبدة. عندي هنا البروكولي راح أنزلها ويا الكوسة، أنطيه حمسة ويا الكوسة سوية. وهنا الكبدة شوفوا ما نزلت عندي مي لأن ناري عالية ودا أحمس بيها. راح أخلي عليها فلفل أحمر مقطع أو أخضر اللي متوفر عندكم، وحبيت أحط فلفل حار علوب قطعته وخليته. طبعا هنا الخضار السوتيه ترشون عليها إذا تحبون شوية ملح، شوية فلفل أسود، رشة ثوم خفيفة، هم تنطيها نكهة كلش طيبة. أنا صراحة كلش أحب الخضار ويا الأكل. منو منكم يحبها؟ هنا شوفوا أنا الكبدة تقريبا عندي استوت. الفلفل ما أريد يعني أحمسه زايد، أريده يبقى محافظ على قوامه. وراح أخلي بعدين شوية وياها أعشاب مثل الثوم المعمر أو شوية معدنوس، راح أثرمها وأخليها وياها. راح أخلي المعدنوس المثروم والثوم المعمر وانطيها حمسة سريعة ويا الكبدة. وأخير شي عندي هنا قطع عندي طماطة تشيري توميتو أو الطماطة الاعتيادية، نقطعها بالحجم اللي احنا نحبه. أنا حبيت أقطعها بهالشكل هذا، وراح أحمسها، راح أنزلها ويا الكبدة وانطيها حمسة سريعة خلاص، وأطفي النار حتى تبقى الخضار عندي محافظة على شكلها. وهسه راح أبدي أصب. الريحة خيال، الريحة تجنن. الحلو انه نقدر نسويها باي وقت، سريعة وسهلة وكلش طيبة. شوفوا منظر القطع مال الكبدة بقت مثل ما هي مهترت طبعا، وريحتها كلش طيبة. وراح اخلي الخضار، كلش احب الخضار صراحة السوتيه ويا الكبدة مال الدجاج. يا سلام منظرها روعة. وهسه أحلى مرحلة بالفيديو هو إنه نذوق الطبق. عصرة ليمون أو رشة دبس رمان تنطي نكهة للطبق، يعني تعزز النكهة وتصير خرافية. ناخذ قطعة كبدة نخليها شوية باللبن والثوم وياها قطعة خضار، يعني لا تقاوم، روعة. طعمها كلش طيب، جربوها وكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. طعمها كلش طيب. وهسه طبعا مثل هيجي أكلة لازم نجربها ويا الخبز، تطلع غير. خلي
الكبدة وقطعة طماطة، شوية خضار، عصرة ليمون نعزز النكهات، خليها اللبن والثوم، صدقوني مشهية. مثل هيجي أطباق واحد صعب يوقف، شوية لبن رايب على قطعة خضار، بروكولي، كوسة، على قطعة كبدة، يعني واحد ما يقاوم هاي النكهات الطيبة. وسهمكم ألف عافية. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك بالقناة، قناة مطبخ شموسة.